المسلسل ده اللي هو سيد الناس كان مسلسل ناجح ومن أنجح المسلسلات في رمضان ده لغاية النهاردة الحلقة 26. إنما الناس اللي بيحاولوا يعملوا نقد افتعالي علشان يقولوا إن المسلسل ده هابط أو المسلسل ده فاشل أو المخرج مش عارف جراله إيه ولا قال إيه وعمل إيه، أنا بحس إن هم عايزين يعملوا اتراكشن، عايزين يعملوا مشاهدات، فيقوموا دايما يعملوا زي رضا عبد العال في الكوره، يجيب لك حد زي يكون مثلا حازم امام او الخطيب او حسن شحاته ويروح قايل عليه ايه ده ما بيفهمش كوره. فانت تتجنن، بيقول ايه ده. فالحكايه بالنسبه لمسلسل سيد الناس نفس الشيء. المسلسل ده فيه 3 عوامل نجاح تم اثباتهم. مش عايزين ناقد سينمائي، مش عايزين ناقد ادبي، مش عايزين ناقد تلفزيوني. ال3 عوامل دول هي انتظار الناس الحلقة القادمة والتأكد ان هم يشوفوها. ده دليل على ان التمثيلية او المسلسل مثير وناجح ومحتاج متابعة كل يوم. وده اكبر دليل. انا في مسلسلات شفت اول حلقتين وبطلت اتفرج، او اول حلقة وبطلت اتفرج. ليه؟ لان مفيش اي حاجة تخليني اتفرج تاني. مسلسل سيد الناس فيه حاجات اساسية تخليك تتفرج تاني. اولا في على العموم نكمل ال3 حاجات اللي هم عوامل النجاح. اول حاجة ان هو مسلسل بيشد الناس ان هم يتابعوه يوم ورا يوم، ده اول حاجة. تاني حاجة في ممثل يعتبر من الممثلين الجبارين في تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون المصري، وهو عمرو سعد. الراجل ده فيه كل مواصفات أحمد زكي وكل مواصفات نور الشريف وكل مواصفات محمود ياسين وعمر الشريف ومجموعة كبيرة من الفنانين وحتى رشدي أباظة. ليه؟ لأنه هو شكله مصري أصيل وعينيه معبرة جدا وشخصيته قوية وحضوره. بس أنا بتكلم على الناحية الفنية مش الناحية الجمالية، الناحية بتاعت اللي بتؤدي إلى نجاح، مش اللي هي بتجذب. يعني عمر الشريف جميل، رشدي أباظة جميل، إنما ما عملوش أدوار يعني تقدر تقول عليها تاريخية يعني في السينما المصرية. يعني أدوار عادية ترفيهية غرامية مش عارف إيه دون جوان بتاع. إنما ده أحمد عمرو سعد، أنا لسه هتكلم على أخوه بصراحة لأن غنى أخوه في المسلسل منجح المسلسل. إنما عمرو سعد وجوده في المسلسل اللي بالشكل ده عامل من عوامل النجاح الرئيسية واللي المنتج أصر عليها والمخرج فرح بيها. ادي حاجتين. اول حاجة انك انت بتتابع المسلسل كل يوم. تاني حاجة ان في نجم كبير جدا. تالت حاجة ان القصة دي قصة في حد ذاتها لازم تنجح. يعني لابد تحط محمد رمضان هتنجح، تحط عمرو سعد هتنجح، تحط نور الشريف الله يرحمك يا نور الشريف. فالقصة رغم ان هي متعودين عليها زي القصص بتاعت محمد رمضان، إلا إنها مضمونة النجاح حتى لو اتكررت. مضمونة النجاح من ناحية شعبية، ومن ناحية إنتاجية. فالعمل السينمائي أو العمل التلفزيوني الناجح بيتطلب الإثارة اللي هي نمبر 1، النجم اللي هي نمبر 2، القصة اللي هي نمبر 3. وبعدين تيجي بقى للنقاد اللي بيقعدوا يهبهبوا ويمسكوا مثلا رنا رئيس انها بتجعجع او بتعمل بقها مش عارف ازاي، ومش عارف الهام شاهين بتزعق حاجات كلها على فكرة لا ترتقي الى التقييم الفني. هي ترتقي الى مستوى الانتقاد العادي. يعني يقول لك ده كان لبسها مش عارف ايه، ده كان دورها ضعيف، ده كان فلان مش ناجح. كل دي حاجات ما تأثرش في الهيكل العام لنجاح المسلسل ده. وبعدين يمسكوا واحد زي ابن احمد السقا ويقول لك ده دوره كان مهم قوي وما قدرش عليه. اولا دوره مش مهم قوي ولا حاجة، وبعدين هو قدر عليه. هو كده ابن واحد مولود او عايش في لندن وجاي مصر، بيبقى مبلم شوية، بيبقى ضعيف شوية في التجاوب مع الحاجات الحامية قوي دي. انما هو قام بدوره عادي جدا
وقد اي نعم ما برسش كنجم، انما انت مش عايز 25 نجم. الله انت عندك 3 4، كفايه احمد رزق في المسلسل، كفايه احمد زاهر في المسلسل. يعني الناس بتقعد تستعبط علشان تاكل عيش على الحاجات اللي زي دي، ويقعدوا يتكلموا فيها ويعيدوا فيها ويفصصوها على الفاضي زي اللي قاعدين على الشلت. انما التقييم الفني الحقيقي هو النجاح الانتاجي. في واحد حط فلوس، حط ملايين، شوف كم اسم بيجي مدفوع له رواتب. العمل ناجح انا بقول بنسبة 90 95%. العمل اللي بينجح 100% ده مش موجود لا في مصر ولا في امريكا، انما كفايه انه يوصل لفوق ال90. وبعدين في حاجه مهمه جدا جدا جدا، احمد سعد ده، يعني انت تقول ده عشان اخوه ده وصل، لا، ده احمد سعد بيغني مش بقلبه، ده بيغني بكبده. اسمع التتر الاخراني بالذات اللي انا حاطط المقدمه بتاعته في اول اسمع الصوت الشجي، اسمع اللوحه اكتملت ازاي بصوت احمد سعد. وبطلوا انتقاد على الفاضي، دي مش اهلي وزمالك، ده فن بيدخل البيوت والناس قاعده. انا متاكد الناس بتقعد تبلم نص ساعه تتفرج على الحلقه ككل، مش بيقعدوا يصطادوا اخطاء الهام شاهين واخطاء فلان وده طالع متدين وده طالع يا عم بلاش الحسوكه دي، خليك في النقد البناء الراقي اللي هو يمسك العمل ناجح ولا مش ناجح. يقول لك ده افشل، انت بتعمل كده عشان الناس تتفرج، انا فاهم، بتقول افشل عشان خاطر الناس تدخل تقول ازاي، زي ما يقولوا على الخطيب مش لعيب، يبقى انت تتفرج 100%. شوف مين سوري يعني البعيد اللي قال على الخطيب ما بيعرفش يلعب، مين ده؟ ورينا بقى، تقوم انت تضمن مشاهدات. انما لا، الحقيقة تتقال. انا مشاهد مش ناقد، بشتغل ناقد كده هواية، انما مش بشتغلها يعني عند حد، بس يعني بفكر في النقد هواية عشان قلبي بيبقى عايز يساعد الاعمال دي وتكتر من الاعمال دي عشان تنجح. بس هو الالفاظ شوية زيادة في المسلسل او الزعيق شوية زيادة في المسلسل، انما هي الاحياء الشعبية كده مش هنقدر نهرب منها. وكل سنة وانتم طيبين.